السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هعمل معاكم عيش حلو جدا. هنعمله بدون فرن كده وبطريقة سهلة وبسيطة، وهيبقى طعمه حلو. من كمية دقيق بسيطة هيطلع معاكي كذا رغيف كده تقدري تعمليهم في البيت. للناس اللي بتحب العيش في البيت او ريحة المخبوزات في البيت هيعجبكم جدا. يلا بينا مع بعض نشوف طريقة العيش بتاعنا النهاردة. عندي اول حاجة كوبايتين ونص من الدقيق، حط عليهم رشة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، معلقة ممسوحة، معلقة ونص من الحليب البودر. دي المكونات الجافة بتاعتي. عندي مية دافية للعجن، عندي كمان معلقة خميرة كبيرة بس يعني شايلة منها قولي ربع معلقة، معلقة إلا ربع. كمان عندي معلقة صغيرة من حبة البركة ودي اختياري. عندي معلقتين من الزيت تقدري تستبدليهم بزبدة أو سمنة. تمام، أنا عملته بالزيت وعملته قبل كده بالزبدة كان تحفة جدا، أو السمنة. هبتدي في بولة احط المكونات الجافة بتاعتي وضفت عليهم الخميرة وحبة البركة، وهبتدي اقلب كل المواد دي مع بعض او المواد الجافة مع الاضافات اللي ضفناها. طبعا لو مش متأكدة من الخميرة بتاعتك ما ينفعش تضيفيها على المواد الجافة، هتدوبيها في شوية مية دافيين وتضيفيهم بعد كده. خلاص، ضفت كمان الزيت وابتديت اقلبه مع باقي المكونات، واخر حاجة هنضيفها بقى المية الدافية. هنضيف المية حبة بحبة ونبتدي نعجن العيش بتاعنا. طبعا لو حابة تعجني في العجان هيبقى اسهل كتير، لو مش حابة خلاص مفيش مشكلة. انا بستسهل اعجن بايديا لان هما كوبايتين ونص بس، فبعمل على طول بايديا. لو انتي حابة تعجني بالعجان مفيش مشكلة. هنبتدي بقى نعجن العجينة بتاعتنا يعني حوالي 7-8 دقايق كده، لحد ما تتكون عندنا عجينة بتمط في ايدينا ومش بتقطع. تعرفي كده ان المعجنات بتاعتك مظبوطة لما العجينة تكون يعني طريه في ايديكي وتكون بتمط، ما تكونش بتقطع معاكي. خلاص، نعجنها بقى كويس قوي على الرخامه لحد ما تبقى بالوصف اللي انا قلت لكم عليه. زي ما انتم شايفين هنا بعد ما عجنت العجينه بقت طريه جدا في ايديا، هي مش بتلزق ولكن طريه جدا. خلاص، في بوله مدهونه زيت هحط العجينه وهبتدي اغطيها وهسيبها بقى تتخمر على حسب درجه الحراره عندك، من نص ساعه كده لساعه الا ربع، لحد ما تتخمر ويتضاعف حجم العجينه معاكي. سبت العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين حجمها زاد واختمرت كويس. هنبتدي بقى نقطعها ونشتغل فيها. طبعا لما بنخمر العجينه بنحطها في مكان دافي. خلاص، طلعت العجينه بتاعتي وابتديت اقطعها كده لكور متساويه على حسب طبعا حجم الرغيف اللي انت عاوزاه. هنا قطعت العجينه كور حجم متوسط كده زي ما شفتوا في بدايه الفيديو. انا كنت حابه اعمل الرغيف المتوسط. تمام، عملت معايا الكميه اللي انتوا شايفينها كده. هسيبها بقى ترتاح 10 دقايق ربع ساعه كده، وبعد كده ابتدي افردها. يعني بعد ما بنقطع العجينه ما ينفعش نفردها على طول، بنسيبها كور كده مرتاحه نريحها شويه. خلاص، هبتدي بقى بالنشابه هفردها، هتتفرد معايا بكل سهوله وبالسمك اللي انتوا شايفينه. ما تكونش رفيعه او رقيقه، وكمان ما تكونش تخينه قوي. خلاص، احنا عايزين السمك متوسط كده زي ما انتوا شايفين علشان تقب معانا على النار. هفرد طبعا كل كميه العجينه، وبعد كده هبتدي اسويها على البوتاجاز. هنا كنت فردت العجينه كلها وحطيتها على فوطه مطبخ، وهغطيها كمان اثناء ما انا بسوي باقي العجينه. تمام، حطيت طاسه بقى على النار وسخنتها كويس جدا، وهديت النار خليتها متوسطه، وبعد كده ابتديت احط العيش. زي ما انتوا شايفين هنا هحط العيش وابتدي اقلبه من وقت للتاني بسرعه على كل جهه لحد ما ياخد اللون اللي انتوا شايفينه، لون ذهبي كده من فوق ومن تحت. وهيبتدي بقى ينفش معاكي والهواء يبدا يرفع الرغيف. وانا هنا بلفه كده علشان اخلي الرغيف يعني ايه الهواء يتوزع في كل ناحيه ويتسوى من كل الجوانب. بصوا زي ما انتوا شايفين بيقب معانا ازاي من اول رغيف. النار بتاعتك متوسطه، وتبتدي تحطي الرغيف بتاعك، مجرد ما ياخد لون ذهبي بتقلبيه على الجهه التانية. وزي ما انتوا شايفين اهم حاجه نوزع الهواء في كل مكان في الرغيف بتاعنا. كده خلصت. بصوا الرغيف عامل ازاي وقابب تحفه جدا جدا زي بالظبط اللي بنشوفه عند المخبز. خلصت كل كمية العيش بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وادي شكل الرغيف من جوه. طبعا الرغيف مورق وحلو قوي، العجينة كده والرغيف طري في ايديا. ينفع لسندوتشات للاولاد، ينفع تعملي فيه اي نوع من انواع الحشوات، تقدري تغمسي بيه طبعا زي ما تحبوا. كده خلصنا العيش بتاع النهارده، وصفة النهارده. اتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو واستفدتم منه تعملوا لايك، ولو بتحبوا فيديوهاتي او بتستفادوا منها اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله ان شاء الله.
والسلام عليكم.